السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. وصفتنا النهاردة جميلة جدا، يا رب تعجبكم. راح نعمل الكنافة بطريقة جميلة وسهلة جدا جدا للبنات المبتدئين. زي ما انتم شايفين كده، الحشو بتاعها جميل جدا ما شاء الله عليها بجد، ومقرمشة من بره وطرية من جوه. وقيمة ما الكنافة بتاعتنا غليت، تعالوا راح نعمله وصفة جميلة جدا في الكنافة راح تعجبكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معانا نص كيلو كنافة زي ما انتوا شايفين كده. انا لسه مطلعاه من الفريزر وفركته حلو ونعمته، وهحط له نص كوباية سمنة، وهحط له 4 معالق من السكر المطحون، واقلب حلو زي ما انتوا شايفين. حطينا نص كوباية سمنة مسيحينها، لو حابة تعمليها بزبدة اعمليها براحتك انتي. تفركي حلو كده عشان كل حاجة تتشرب مع بعضها، والكنافة تتشرب السمنة وتتشرب السكر. طبعا احنا كنا فاركينها قبل ما نحطه السكر والسمنة، يا دوبك احنا نقلبه كل حاجة مع بعضها وخلاص. بعد ما خلطنا كل حاجة مع بعضها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليها بجد. وتعالى نحضر الصينية بتاعتنا. النهاردة راح نعمله الكنافة بتاعتنا في صينية الكب كيك، القطعة بقطعتها جميلة جدا بجد يا جماعة. جربيها وانتي ما راح تبطليش تعملي فيها خالص. طبعا انا راح امسحها بمعلقة سمنة كده، وجاي معايا الفرشة بتاعتي وامسح كل فتحة من الكب كيك ونروح في مسحها. مسحت معايا الصينية. طبعا انا معايا مهلبية زي ما انتوا شايفين، كوباية لبن معلقتين نشا، وخليتها تخينة كده زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله عليها. دي المهلبية بتاعتنا اللي راح نحشوها للكنافة. ولو حابة تحشيها مكسرات من جوه احشيها براحتك انتي في الحشو. اجيب شوية واحطهم زي ما انتوا شايفين، اوزع بين الحواشي وادوس بصوابعي حلو واسويها. واجيب القشطة بتاعتي او المهلبية واحطها معلقتين معلقتين كل فتحة زي ما انتوا شايفين. الطريقة دي جميلة جدا للأطفال، ممكن تحط لهم قطعة قطعتين. توفير كتير كمان يا جماعة. ما احنا دلوقتي كنافتنا غليت والسمنة غليت، نوفره ونعمله حاجات كده على قد الإيد عشان ما نستهلكوش حاجات كتير أبدا. أنا حطيت أول طبقة من تحت، بعد كده نروح حاطة المهلبية بتاعتي من وسطاني زي ما انتوا شايفين كده. طريقة حلوة وهتعجبكم بإذن الله. وخلصنا المهلبية حطيناها كلها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. نحط الكنافة من فوق، طبعا نضغط عليها ضغطة بسيطة جدا، يعني ندوس عليها ونسويها سواية حلوة. أملى الصينية بتاعتي بالطريقة الجميلة دي. وخلصنا الصينية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين تحفة بجد. وجبنا زي ربع كوباية سمنة ورشينا من فوق عشان تدينا لون أحمر كده. وانتوا طبعا عارفين الكنافة بتحب السمنة، بس الطريقة بتاعتنا مش بتحتاج سمنة كتير قوي. ما شاء الله عليها. حطيتها في الفرن على الرف المنوستاني وعطتنا اللون الذهبي الجميل ده ما شاء الله. جبنا كوباية عسل، طبعا انتوا عارفين العسل بتاعها والشربات بتاعها بيتعمل ازاي، انا عملته كذا مرة في القناة. وتجيبي كده وتحطي كل قطعة تحطي لها من الشربات بتاعها، ولا تستني تقطعي من الكنافة في الصينية. دي سهلة جدا جدا،
زي ما انتوا شايفين شكل وطعم تحفة، بألف هنا وشفا على اللي بياكل منيها. الطريقة سهلة خالص بجد يا جماعة، من الحاجات الجميلة للكنافة، سهلة جدا. تشرفك بين ضيوفك، وكمان لو حطيت القطعة لابنك مش هيسيب منيها تاني، بألف هنا وشفا هياكلها، عشان قطعة يعني متوسطة. يا رب يكون عجبتكم وصفتنا في الكنافة، وكل سنة وانتم طيبين. ولو أول مرة تشوفوا قناتي، فضل الله يسأل أمرا، حط لي لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل